صاحب ملايين المشاهدات النجم الشامي اليوم راح فيك عبر موقع الفان. بداية خلينا نحكي شو رجع صار بالديو بينك وبين النجم ملحمزة. ابدا ما صار شيء. هلا في عندي جيناك وهو في عنده البوم ملحوق عليه، والعمليات الديو انت سيد العارفين يعني بتاخذ وقت كتير طويل. فبس هي العمل ككلام ولحن جاهز، يعني باقي بس هو يحط صوته. بس المشكله انه الكلام واللحن هو لانه انا بكتب انماط متعدده ومختلفه، مش مصمم لإلي، مصمم لملحم زين. وهذا الشيء اخذ عموما وقت، واكيد هي التجربه رح نعملها فيما بعد، يعني بيكون وقت نحن رايقين وقادرين نعطي حقه للعمل. ديو راح يطلع روعة، راح يكسر الدنيا بتخيل إيه؟ انا الي الشرف صدقا. بنلاحظ انه الجمهور دايما بدهم اياك تكون مع حدا، دايما بيطلعوا عليك اشاعة ارتبط بمدري مين. اخر فترة قالوا مع اليوتيوبر العراقية قمر الطائي، بس هي رجعت طلعت يعني نفيت، قالت انكم اصدقاء. ليه بتحس انه بدهم اياك دايما هيك تعمل ثنائية، دايما مرتبط؟ ما بعرف شو صاير بالسوشيال ميديا، يعني صاير محور اهتمام العالم الزواج والعلاقات والارتباط، علما انه هذا الشيء نوعا ما بعيد عن نحن شو بنقدم. فهمت شو قصدي؟ يعني انا الاشاعات ما باخذها بعين الاعتبار ولا بتاثر علي، بس انه انا بالنسبه لي عندي كتير اشياء اهم ومحوريه اكثر بكتير احكي عنها واقدمها على منصاتي. وبالاضافه انه قمر رفيقتي وحبيبه قلبي وبحبها كتير، بس هي مثل اختي يعني. بدي اذكر انك كنت ضمن قائمة عالمية، احتلت المرتبة العاشرة، وبالمرتبة الأولى كان في النجمة العالمية ليدي غاغا. قد ايه حلو هالشيء انه فنان عربي موجود بقائمة عالمية. وشفتك هيك علقت بشكل طريف ممازح الجمهور انه انت كمان قريبا رح تجي على المرتبة الأولى، رح تحتل المرتبة الأولى. هلا انا بطرح دائما هي المواضيع بطريقه طريفه، ولو انه انا محتل بقائمه عالميه الى حد ما. بس الفكره انه آه، بتعرف ما عم يمتص السوق النجاح صح. فبتصير انت بتاخده بحس الفكاهه وبطريقه لطيفه كرمال ما ياخذوه على محمل مستفز، لانه انا مالي ناوي استفز حدا، انا حابب اخبركم عن نجاحي وبس. واكيد هذا الشيء كثير بيعني لي بالنهايه انه انا يعني بهاي الفترة القصيرة وبهذا النجاح السريع اني اكون موجود بهاي القوائم، ان كان على مستوى وطن عربي او شرق اوسطي او عالمي. يعني هذا الشيء مشرف جدا، الحمد لله. تتوقع بيوم من الأيام ينكتب النجم العالمي الشامي؟ انا ما بتوقع، انا متأكد. الشامي، أنا بدي أتمنى لك كل التوفيق، بيلبق لك النجاح والتألق، وبتلبق لك العالمية، ليش لا؟ انت حبيب قلبي، وان شاء حبيب الله قلبي، يوما ما. أنا بدي أتشكرك وإن شاء الله بتضل بهالهمة. يا حبيب قلبي.